رجال ونساء الإعلام المشاركين في هذا الدورة. اختيار الشعار شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل لهذه الدورة يجسد رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف دائم مبني على الثقة والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى كما عبر عنه السيد رئيس الحكومة لجلالة الملك والمساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية المقدمة من طرف المغرب سنة 2007 واعتبرها الأساس الأكثر جدية والأكثر واقعية ذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل. وبإلقاء نظرة على عدد ونوعية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المدرجة في هذا الاجتماع يتبين لنا حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية. فاليوم كتجاوز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، مما كيفتح آفاق لمشاريع مستقبلية ستعود بالمنفعة على البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية. اسمحوا لي فخامة السيد رئيس الحكومة أن أعبر لكم عن سعادتنا بحضوركم معنا ونتمن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها معكم جلالة الملك نصره الله، وهو الأمر الذي يفتح آفاق كبيرة للعلاقات بين المملكتين ويدفع في اتجاه تنوع استراتيجي جديد ستظهر ثماره في الشهور القادمة للمضي بالعلاقات إلى الأمام ما فيه الخير للبلدين. ويمكن أن أقول أن العلاقات الثنائية لم تصل أبدا إلى هذا المستوى من التعاون ومن التنسيق. ونحن اليوم في الاجتماع والبارحة في الاجتماع صاحب الجلالة كان يتابع كل العمليات اللي كاينه وكي يساندوا هذه الاتفاقات اللي كاينين ويساندوا هذه العلاقات، وكيطلب منا باش نوجدوا ان شاء الله برامج اللي تكون واقعيه ننزلوها للميدان ان شاء الله. ولنا هذه المهمه كاسبانيا وكمغرب ان شاء الله في المستقبل. وشكرا لكم. Sí. Jefe de Gobierno, vicepresidentas, ministras, ministros, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Quiero iniciar esta intervención expresando nuestra alegría de estar nuevamente en Rabat para participar en esta reunión de alto nivel y deseo agradecer la hospitalidad con la que Marruecos nos ha acogido. Como bien comentaba el jefe de Gobierno, antes de iniciar mi viaje conversé con Su Majestad el Rey Mohamed VI y ambos subrayamos la excelente preparación de los trabajos de esta 12ª reunión de alto nivel. La hoja de ruta que acordamos el pasado 7 de abril, ante el año 2022, nos ha guiado hasta este encuentro y los dos gobiernos hemos trabajado de manera intensa para que resultara un éxito, así que estoy, primero, muy satisfecho de ello y, en segundo lugar, quiero agradecer, por supuesto, a nuestros servicios diplomáticos y también a todos los equipos el éxito de esta